السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه رسالة إلى الشعب الشقيق وإلى الحكومة الجزائرية الشقيقة وإلى الكبرنات الجزائريين الشقيقة. أتمنى لكم من كل قلبي أن يصلكم كل ما تتمنوه للشعب المغربي ولدولة المغرب ولملك المغرب. أتمنى لكم المثل بالمثل لكل ما تتمنوه لدولتنا الحبيبة. لن أقوم بالسب والقذف مثل الكلاب الجزائرية النابحة على المواقع، لأنني أكتفي بالواقع الذي يجعلكم تذوقون مرارة النفاق والكذب وكل شيء، لأن المغرب يمشي في الطريق الصحيح، وهذا ما يزيد الطين بلة في الجزائر. لهذا أقول لأحفاد قطرات مني الجيش الفرنسي: كل ما تتمنوه للشعب المغربي ولملك المغرب وللحكومة المغربية وللأراضي المغربية، أتمنى أن يصيبكم مثله وأكثر. الحقيقة والواقع أن الجزائر والمغرب ليس خوا بل عداوة، والدليل على أن الجزائر هاجمت على المغرب فقط بعد مرور سنة من استقلالها، لكن الجيش المغربي قام باللازم حتى اعترف الكلاب وقالوا حقرونا الماركة، وبعدها قاموا بعدة أفعال معادية للمغرب، كما أنهم تبنوا المرتزقة البوليزاريو التي صنعها القذافي ورعوها، وهم من كان لهم شرف الجلوس على ذاك القالب الذي صنعه القذافي، بحيث أن البوليزاريو تتواجد في الأراضي الجزائرية ويصرف عليها من أموال الشعب الجزائري. هذا ما كان الجزائر يريده للمغرب، هو من يعاني منه، لأن الصحراء المغربية يتمتع بها المغاربة كما أن الصحراء تتمتع بمغربيتها وبالمغاربة. إلى هنا أكتفي بهذا القدر وأستودعكم في أمل أن نلتقي مجددا بحوار وكلمات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله. الصحراء مغربية، عاش الملك، عاش الوطن.